اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. يا مساء الفل، يا رب كلكم تكونوا باحسن صحه وافضل حال. جايه اتكلم معاكم النهارده واشكركم على تفاعلكم في الفيديو اللي فات، وانا اسفه ان انا عيطت وزعلت ناس ياما، وناس ياما كتبت لي في الكومنتات وجعت قلبنا وبعتوا لي ان هم زعلوا عشاني. ربنا يجازيكم كل خير يا رب. دعواتكم ليا ان ربنا يصبرنا ويرحمه باذن الله برحمته الواسعه. اللهم اغفر لأبي وارحمه وتجاوز عن سيئته واعف عنه، اللهم آمين يا رب العالمين. متشكرة أوي ليكم بجد على كلامكم، بجد أنا آسفة إن أنا زعّلتكم وحقكم عليّا، والله ما كنتش أقصد وحياة ربنا، أنا قُلت الكلام من جوّه قلبي، كل كلمة حسيت بيها طلعت معاكم في الفيديو ده وقُلتها، حبيت إن أنا أفضفض معاكم بكلام بجد من قلبي، ما اتصنعتش ولا كلمة من اللي أنا قُلتها، كل كلمة أنا حاسة بيها أنا قُلتها. عارفة إن كلامي زعّل ناس كتير، بس معلش ادعوا لبابا إن ربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له كل ذنوبه، اللهم آمين يا رب العالمين. جاية أتكلم معاكم النهارده عن الشدة، بجد تسلم الشدة اللي بتبين الحبايب. زي ما بيقولوا كده إيه، الغربال غربلناه ونزلوا منه كل الناس، ما تفضّلش غير الناس العزيزة علينا بجد، اللي إحنا بنعتبر نسند عليهم أو يعني يبقوا هم سَنَد لينا في الدنيا. حوالينا ناس كتير يا جماعة، كلنا بمعنى الكلمة حوالينا ناس كتير أوي في حياتنا، قرايب بقى، أصحاب، معارف، جيران، أي حاجة، حوالينا ناس كتير أوي، بس بجد وقت الشدة هي اللي بتبين الناس ديّة إذا كانت بجد بتحبك وإذا كانت بجد بتقف جنبك في الشدة أو لأ. ممكن يكونوا في الفرح ممكن تلاقيهم معاك، ليه؟ لإن فرح بقى وده بيجامل ده مجاملات زي ما بيقولوا، والحزن برضه مجاملات، الحزن إن أنتِ تقفي جنب حد تكوني بتحبيه أو واحدة صاحبتِك تقفي جنبها وتسانديها في وقت شدتها عشان تلاقيها في وقت حزنِك وفي وقت فرحِك. لمّا أنتِ تبقي كويسة مع الناس، الناس هتبقى كويسة معاكِ. وفي ناس بتبقى فعلًا ما بيسيبش حد، يعني أنا بابا الله يرحمه ويسامحه يا رب يكون له في ميزان حسناته، والله العظيم ما كان بيسيب حد لا في فرح ولا في حزن، كان بيقف مع الناس كلها. وقت ما هو مات ناس كتير نعرفها إحنا وما نعرفهاش جُم وعزّوا وعملوا الواجب، بقينا الناس داخلة علينا في البيت ولا أنا ولا ماما ولا أخواتي عارفينهم، ستات ورجالة. كان بابا شغّال شُغلته بتخلّيه إن هو يعرف ستات ورجالة، لإن هو كان بيشتغل في القطر بيبيع حاجات وكان بيشتغل في الفرحان، كانت الستات عارفاه وكان كل الناس بتحبه. لقينا ستات جاية تعزّينا إحنا ما نعرفهاش، جايين يعيّطوا كإنّهم حد من أهلهم مات. بنات جاية تعيط من سني وتقول لي بجد أنا النهارده حسيت إن بابا مات، حسوا إن أبوهم مات بجد، يعني جم يقولوا لنا إحنا من بعد أبويا ما مات هو كان أب لينا وراح مننا. يعني في ناس كانت بتحبه إحنا ما نعرفهمش، علشان هو بجد كان إنسان طيب أوي وكان بيحب الناس كلها وكان بيقف جنب الناس كلها. وناس تانية كانوا بالنسبة لنا إحنا يعتبر أقرب الناس لينا، ما جوش عزونا أصلا، ما جوش قالوا لنا البقاء لله. يعني بصوا احنا زي ما بقول لكم ان احنا في ناس احنا ما نعرفهمش جم وعزونا، وقفوا في عزا بابا واخدوا عزاه وجم عزونا وقفوا جنبنا وساندونا في وقت محنة احنا ما نعرفوهمش اصلا. يعني لو ما كانوش جم احنا ما كناش هنعرفهم. انما في ناس قريبة مننا بابا ما كانش بيسيبهم، كان بيقف معاهم في الحلوة والوحشة، كان بيساندهم في كل حاجة، ربنا اللي كان يعلم ان هو كان بيعمل عشانهم ايه. ما جوش عزونا ولا قالوا لنا حتى البقاء لله. فالشدة يا جماعة بتبين العدو من الحبيب، الشدة بتبين الصاحب من اللي مش صاحب. فانتي في وقت شدتك لما تلاقي الناس بتجيلك وبتقف معاكي ما تسيبيش حد. لو انتي بتموتي في سريرك وتعبانة بمعنى الكلمة وحد حصل عنده ظرف حلو أو وحش، روحي وسانديه، روحي اقفي جنبه، روحي قولي له كلمة حلوة، دي الكلمة الحلوة صدقة. انت لما تروحي تتبسمي في وش مريض كأنك جبتي له الدنيا واللي فيها. اقفي جنبه قولي له ربنا يشفيك، ادعي له قولي له قرآن. لو لا قدر الله حد توفى وانت رايحه تعزي، خدي اللي هي اهلها متوفيين دي في حضنك كده وطبطبي عليها، حسسيها ان انت جنبها. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه، مهما اتكلموا مهما قالوا، لو الناس اللي جايه لما الناس كانت بتيجي تعزينا طبعا كلهم على راسي من فوق، بس مهما قالوا من كلام يطبطب على قلبك وقلبك موجوع، بس انت هتحسي ان حد واقف جنبك. الكلام مهما يقولوه مش يعني هيطبطب على قلبك، بس مش هيشيل الوجع اللي جوه قلبك، بس برضه هتحسي ان انت ناس سندتك وقفت جنبك. مش احسن مما تقفي في عزا او في اي موقف ان انت واقفه لوحدك؟ فأنا باقول لكم اقفوا جنب بعض، ساندوا بعض، لو واحدة صاحبتِك عندها ظرف اقفي جنبها وسانديها،
لو واحد صاحبك عنده ظرف اقف جنبه وسنده، هتلاقيه في وقت شدتك، هتلاقيه وفي وقت فرحك هتلاقيه. الناس بقى اللي هي ما بتلاقيهاش في وقت الحزن او في وقت الفرح دي شيلها من حساباتك خالص، ما تزعليش. واقسم بالله احنا زعلنا، بس لما قعدنا مع نفسنا كده وهدينا عرفنا ان الناس دي ما تتزعلش عليها، والله ما يتزعل عشانهم. سيبيهم، اتركوهم من حياتك، ولا تعاتبي ولا تقولي انت ما جيتش ليه ولا انت ما جيتيش ليه ولا اي حاجه خالص، كانك ما تعرفيهمش. شوفيهم في الشارع، انا بقول لك من الفيديو ده، شوفيهم في الشارع ولا كانك شايفاهم. مش اول ما تشوفيهم تزعلي وتقول لهم انتوا ما جيتوش عزتوني ولا ما وقفتوش معايا. لا 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 لا، ما تعاتبيش حد، لان وقت الشده بتبين. انا بابا الله يرحمه ما كانش بيزعل من حد ابدا، يعني انا عارفه ومتاكده ان هو الناس اللي ما جاتش عزته اللي احنا زعلانين المفروض منهم هو مش زعلان منهم. ليه؟ لان بابا كان طيب قوي قوي قوي، كان عنده فطره ان هو ما يزعلش من اي حد. انتوا عارفين لو ممكن قابل حد في الشارع وما كلموش هو يقول له ازيك عامل ايه، مش ما عندوش ان هو ايه، لا ده فلان جاي عليا المفروض هو يكلمني، لا ما كانش كده. كان طيب قوي قوي قوي، وكل الناس اللي عارفاه تشهد له بالكلام ده. يا رب يا رب يا رب كل حاجة حلوة يا بابا عملتها في حياتك تقعد لك يا رب في الآخرة بإذن الله. وعايزة أقول لك إن عملك الطيب قعد لنا إحنا، والله يا بابا الناس كلها بتدعي لك، والله يا بابا الناس كلها بتحبك وزعلانة علشانك، علشان انت مت، بس انت رحت في حتة احسن من اللي احنا فيها. الدنيا يا بابا بقت وحشة قوي، والله العظيم الدنيا بقت وحشة قوي بجد بمعنى الكلمة. بقت وحشة عشان انت سبتها وضلمت من بعدك، وبقت وحشة من اللي احنا فيه. الناس مش قادرة تعيش، بجد الناس مش قادرة تعيش من الضغط والمسؤولية والضغوط اللي على الناس كلها. ربنا يعين كل واحد على حاله ويقوي كل واحد على اللي هو فيه، ويرحمك يا بابا برحمته. انا عارفة ان انت شقيت في الدنيا ياما، وربنا ريحك في الاخر، ربنا ريحك ان شاء الله وتكون في الجنة يا حبيبي ونعيمها بإذن الله، اللهم امين يا رب العالمين. تسلم الشدة اللي بتبين الحبايب، وكل حد عزاني وكل حد قال لي كلمة كويسة يا رب تكون في ميزان حسناته يا رب. اي كلمة حلوة قلتوها لي تجبر بخاطركم زي ما طبطبتوا عليا تطبطب عليكم وتجبر بخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. والكلمه الحلوه صدقه، ربنا يجعل دايما لساننا ما فيهوش الا الكلام الحلو، اللهم امين يا رب العالمين. ويبعد عننا الناس الغشاشه، الناس الغشاشه اللي هي قدامك بوش ومن وراك بوش تاني، اللهم امين يا رب. ابعد عننا اي حد وحش من حياتنا، احنا راضيين بالناس القليله بس اللي تبقى كويسه وتكون قلبها صافي. لما تكون حواليك ناس كتير والشدة تبينهم لك ويمشوا من حواليك ما تزعلش، لان الناس الكويسه هي اللي بتفضل معاك، والناس الوحشه هي اللي بتبعد عنك. ربنا يبعد عننا وعنكم اي حاجه وحشه، اللهم امين يا رب العالمين، ويسعد قلبكم ويفرحكم وبكلام حلو زي اللي انتوا قلتوه لي. متشكره قوي لكل حد قال لي كلمه كويسه، الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش تدعوا لبابا بالرحمه، ربنا يرحمه هو وامه المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اغفر لابي وارحمه وتجاوز عن سيئته واعف عنه، اللهم اسكن ابي الجنه بدون حساب ولا سابقة عذاب. اللهم كما احببت في ابي خلقك احبب في ابي ملائكتك، اللهم امين يا رب العالمين. واشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.